هاد القصة هادي ممكن تكون ديالك أو ديال أي وحدة أخرى ضاعت بين الحب وراسها. قصة هاد البنت هادي ماشي مشهورة، ماشي خيالية، ولكن كانت واحد البنت اللي بسيطة كتآمن بالحب وبالنية الصافية. من صغرها وهي كتشوف أن الحب هو الحل لكل شيء، هو اللي غادي يكملها ويعطي لحياتها معنى. كان واحد الشخص دخل لحياتها، ما دخلش بالقوة، دخل بالهدوء، ولكن بالزربة دخل لقلبها. بداو الهضرات، الضحك، الاهتمام الصغير اللي كيخلي القلب يطير بلا ما يحس. حتى صدقات بزاف، وصدقات ان هاد الشخص هو اللي كانت كتقلب عليه طول حياتها. كل مره كان كيغيب كانت هي كتغرق اكثر، وكل مره كان كيرجع كانت هي كتسمح ليه بالزربه. ولكن مع الوقت بدات كتفقد واحد الحاجه اللي مهمه، واللي هي راسها. ولات كتسول واش انا فريمون كنبغيه ولا غير خايفه اني نفقده، واش انا كنعيش الحب ولا غير كنضيع الوقت. بدات كتنازل على بزاف د الحوايج، على وقتها، على راحتها، على احلامها الصغيره، وعلى الصوت الداخلي اللي ديما كان كيقول لها ماشي هكا خصك تعيشي. ولكن كانت كتكذب على راسها بجمله وحده، واللي هي ماشي مشكل، اهم حاجه هي ما نخسروش. ولكن الحياه ما كتبغيش التوازن اللي ما كيكونش متوازن وكيكون مكسور. واحد النهار من الايام كل شيء ولا عادي وبارد، الرسائل نقصوا، الاهتمام تبدل، الصمت بدا كياكل كل شيء شويه بشويه. هي بقات كتسوال، كدير مجهود، كتجري ورا نفس الشخص اللي كانت كتضحي على قبله. ولكن هاد المره هادي ما كانش نفس الجواب، ما كانش نفس الحضور، وما كانش نفس القلب. في ديك اللحظه حسات بحال شي حاجه تقطعت في الداخل ديالها. هو مشى، ولكن بقات أسوأ حاجه اللي هي ضيعت راسها. واحد الوقيته جلست مع راسها، ماشي باش تبكي عليه، ولكن باش تسول راسها لأول مرة أنا شكون. وهذا السؤال هذا كان أخطر من الفراق براسو، حيث اكتشفت أنها كانت كتعرف هو أكثر ما كانت كتعرف راسها. كانت حافظة هو أكثر ما كانت حافظة راسها. بداو الأيام ديال السكات الحقيقي، ماشي ديال الألم ولكن ديال الفهم. بدات كتفهم وبدات كترجع لراسها خطوة بخطوة. رجعت كتسمع الموسيقى اللي كانت كتبغيها، كتخرج بوحديتها، كتكتب، كتحاول تفهم علاش ضيعت راسها هكا. ما رجعتش نفس البنت، رجعت بنت اخرى، بنت فهمات ان الحب ما خصوش يمحي الذات، وان اللي كيسحب منك راسك ماشي حب كامل. تعلمات ان الحب الحقيقي ما كيطفيكش، الحب الحقيقي كيزيدك نور على نور، وان اكبر خسارة ماشي هي انك تخسر شخص، بل انك تخسر راسك وانت كتحاول انك تبقى معاه. بعض القصص ما كتكونش نهاية الحب، بل كتكون بداية رجوعك لنفسك. فإذا لقيتي راسك في هذا النوع ديال القصص غادي تلقى بزاف منهم هنا. مرحبا بك.